القبض على محمد أوتاكا ونعمة إبراهيم وبوبا اللدغة. طبعا هم حاليا مقبوض عليهم الثلاثة، كل واحد طبعا تبع الدايرة بتاعته. ده في الوقت او في اطار الوقت اللي هو طبعا المحامين بيرفعوا بلاغات ضد الناس اللي هي طبعا بتعمل يعني محتويات سيئة، محتويات طبعا تسيء بسمعة الناس، وفي نفس الوقت برضو الناس مش حابة تشوف الحاجات ديت. انا هتكلم عن كل واحد بس بشخصه، ولكن محمد أوتاكا ده هتركه للنهاية عشان خاطر بس محمد ده ليه موضوع كبير شوية. طبعا نعمة إبراهيم على قد ما انا ما كنتش يعني بحب الفيديوهات بتاعتها، ما كنتش بحب المحتوى اللي بتعمله، انها صراحة كانت بتتكلم سيبك من كلامها او بتتعامل مع النعمة بتاعت ربنا بطريقة مقززة، وكانت بتتعامل مع النعمة بتاعت ربنا انها ممكن كأنها اي حاجة، يعني تحس ان في حاجة فيها اشمئزاز كده. ولكن انا شايفها بصراحه غير كل الناس اللي اتقبض عليها او اللي اتحبست دي، لا عندها مثلا غسيل ولا ممسوكه باي حاجه ولا الكلام ده كله. فيعني ان شاء الله كده نتمنى برضه انها تخرج بالسلامه، ولكن بس رساله ليها يا رب تغير المحتوى بتاعك لو هتفضلي تعملي وتعرفي ان ده كان غلط وما تعملوش تاني. وطبعا برضه تم اخلاء سبيل علاء كاميرون، اللي طبعا برضو طلعت علينا ظهرت كده مره واحده وبقت بتعمل فيديوهات غريبه، ولكن برضو ابوها قال مش هينفع اسيبها كده، ولكن خلاص هي مش تعمل فيديوهات تاني ولا تطلع لايفات تاني. فنتمنى لو هتعمل حتى فيديوهات تعمل، ما قلناش ما تعملش، ولكن تعمل فيديوهات محترمه، ما تقولش الفاظ خارجه وتقول كلام كويس جدا. اي حد باحترامه طبعا الناس كلها هتحبه. اما بالنسبه بقى لبوبا اللدغه دي، ظهرت مره واحده كده فيديوهات شهرتها غريبه، انت يا عم يا بتاع يا ابو مش عارف لبن، الفيديوهات بتاعت مش عارف ايه انت. دي طبعا بنت لسه برضو ظاهره جديده على صيغه مساجده او طريقه مساجده، كانت حابه تتشير وتعمل فلوس برضو من الشهره والكلام ده، ولكنها برضو ملهاش اي سوابق ولا اتمسكت باي حاجه. وفي نفس الوقت برضو لسه عيله صغيره، برضو اكيد عيله صغيره وغلطت. ان شاء الله نتمنى برضو انها ما تخرج بالسلامه، يعني ربنا يهديها كده وتعمل فيديوهات كويسه جدا. اما بقى أوتاكا ده بقى موضوعه كبير شويه. أوتاكا طبعا من زمان جدا على السوشيال ميديا، من ايام ما كان طبعا بيعمل حاجات على اليوتيوب، وكان للاسف الشديد انا حتى وانا يعني كنت بتفرج على الحاجات دي، يعني انا كنت بتحرج. يعني كان واحد بيعمل فيديوهات كانها للاعاره، مش فيديوهات عاديه، بيجيب بنات يصور معاها وحاجات مش كويسه، ولكن يعني طبعا يعني ايه، دي حاجه بتاعته هو. بس الغريب بقى ان محمد اتمسك بمخدرات، والمخدرات ديت مش سهله. اتمسك بحشيش، اتمسك ببودره، ولكنها مش للتعاطي، للاتجار. يعني انت بيدخل لك فلوس مثلا من السوشيال ميديا، ايه اللي يخليك تروح لحاجه زي دي؟ طبعا برضو احنا نتمنى لما يخرج بالسلامه ربنا يهديه ويبعد عن الطريق اللي مش كويس ده. انا والله حرفيا يعني بجد انا زعلان عليهم، وفي نفس الوقت برضو ما بشمتش في حد، لان كل واحد فينا